الإعلام النزيه، الإعلام الشريف لإعلاء صورة الحق، صوت الحق. دكتورة، برنامجي بكل جرأة، هل أنت مستعدة للمواجهة نعم. والإجابة على كل الأسئلة مهما كانت محرجة؟ نعم بالتأكيد، يعني كل جرأة وكل ثقة. لو لا أكن أتمتع بهذه الصفات لم أحضر إلى الاستوديو، وكل ثقة بالله أولا وبنفسي وبجمهوري، ولم أكن يوم ما أنهزم في أي من المواقف. معروف عن انتظار الشمري منذ أن كنت في الابتدائية ولحد الآن، بالحمد لله هي بناء شخصيتي من العائلة ومن الأسرة، أنه قوية وصلبة ومتحدية. فحياك الله، وأتمنى أن تكون بكل جرأة. طيب. وبكل صراحة سوف تكون الأجوبة. طيب، سؤالي الأول دكتورة، هل من ظهرت في الفيلم هي الأكاديمية نعم. الدكتورة انتظار الشمري؟ بالتأكيد، ما يحتاج أنه أقول إيه لو لا، بالتأكيد لا، لأن لا يرتقي هذا الموضوع أن أتشرف أن يلتصق اسمي بهذه الفبركة السينمائية التي صناعها معروفين لغرض معين. فبالتأكيد يعني لا أرتقي أن أطلق هذه الصفة علي، بالتأكيد لا. طيب دكتورة، كيف تثبتين نعم. للناس، لجمهورك، لطلابك، لعائلتك، للمشاهد، أن من في الفيلم هي ليست الدكتورة انتظار الشمري؟ والله أكيد ناسي وأهلي وجمهوري يعرفون من انتظار الشمري. ممكن أبديها بتاريخي ومن عائلتي ومن أنا، ومن خلال عملي. بديت عملي بالثمانينات من تعينت معاون ملاحظ. أكيد صحبة العمل في ذلك الوقت تبقى في الذاكرة، فتاريخي هو اللي يثبت منه انتظار الشمري هل هي الآن الضحية للناس المرتزقة أم تبقى انتظار الشمري. وإن شاء الله أكون باقية كما عودت أهلي وناسي وطلابي ومجموعي وجمهوري. فأنا عملت موظفة في شبابي وكنت مثابرة، وكان الراتب قليل، ولكن كنت أحب العمل واستمريت وناضلت. وأنا أم وأنا طالبة، كنت في البكالوريوس وأم، واصلت دراستي الماجستير وأخذت ماجستير أخرى من برا خلال صحبتي مع زوجي، ورجعت كملت الدكتوراه في ظروف صعبة، وأخذت ما بعد الدكتوراه. فأنا متفرغة لعملي، لعلميتي، لتطوير ذاتي، لتربية أولادي، لنشأة أولادي. نحن عائلة نموذجية مثالية. زوجي يحمل الدكتوراه، درس بالسبعينات في ذلك الوقت، خريج أمريكا، درس على نفقته الخاصة. وأنا أم ل3 أولاد، خرجت مهندسين وأطباء، كانوا نعم الأخلاق ونعم التربية ومثاليين في حياتهم حاليا. فهاي انتظار الشمري، ليس انتظار الشمري الصورة المشوهة التي ارتآها ضعفاء النفوس. طيب فتاريخي نعم. هو اللي راح يعرفني من أنا. هذه سيرة. تاريخي مع طلبتي، نعم. مع 23 سنة أكاديمية في الجامعة، مع تخرج طلبة الدكتوراه وماجستير، خرجت رجال دولة حاليا. أفرح من أطب أي مؤسسة ويقوموا بيجي أحد من طلابي أنا مخرجتهم 72 شهادة ماجستير ودكتوراه ودبلوم عالي تخرجوا على إيدي، بالإضافة إلى الدراسات الأولية. فهاي يعني انتظار الشمري. طيب، ما جاوبتيني، كيف تثبتين من بالفيلم ليس انتظار الشمري؟ وتحدثنا قبل ما ندخل أنه قلتي المفروض هم اللي يثبتون أنه علي أنه آني انتظار الشمري. نعم، أنه الأكيد اللي يثبت العفو. ممكن تخليني أجاوب؟ مو أنا اللي راح أثبت. أكو جهات مختصة وأثبتت
أثبتت أنه الفيلم المفبرك. والحمد لله نحن نعيش حاليا العالم التكنولوجيا الحديثة، ودا تجيني قاموا حتى يعني اكو اصدقاء دا يدزوا لي شلون يصير المونتاج ويصير المنتج. فمو انا اللي احدد، بالتأكيد اترك لذوي الشأن وهم جاهدين الحمد لله الجهات الأمنية، وأثبتت أنه الفيلم لا يعود لي لا من قريب ولا من بعيد. وهذا ما أكد هو أنه خلال لحظات اتهم وخلال لحظات أرمي وطلعوني بصور مقتولة والدم يمي، وصور أنه زوجي عدم قتلني، وصورة أنا انتحرت. فمدى هذه الفبركة السريعة وهذا الهجوم الشرس القذر على امرأة عراقية شريفة حملت اسم العراق أينما تكن في كل دول العالم، في مؤتمرات وفي مسميات، كان صوت العراق يدوي. كنت ما أحضر مؤتمر وأسمع أنه العراق في أزمة، الدموع تدمع ومعروف عني. فمو أنا اللي أحدد أنه أنا ولا غيري، أنا موجودة الجهة المختصة اللي هي راح تكون، واترك الجواب لهم. طيب على ذكر الدموع إن شاء الله، وانطوني الجواب. نعم. بس راح إن شاء على الله ذكر الدموع دكتورة، على ذكر الدموع، لما سمعت الخبر وشفتيه نعم. ضعفتي في موقف وبكيتي؟ نعم. لا والله يعني إذا تسمح لي ممكن مو هي يعني استيبات جتني الشوك، جتني صدمات، ما إجاني صدمة واحدة. أنا من خلال ترشيحي، إذا تسمح لي يعني أنه أنا من خلال ترشيحي كان حقيقة أنا خضت في 2014 وشفت العملية، ما كنت موفقة، مو أنا ما كنت، بس هو العملية كانت كلها ما موفقة، فانسحبت وخلص. قلت انه هو عملي اكاديمي، ابقى انا بكليتي اقدم افضل مما اكون في البرلمان. وهذا كان كثير من الاخوه الناصحين الي وطلابي، دكتوره تقدمينا وتخدمينا هنا اكثر، ولكن ضغوط وجهت الي بالفتره فتره الترشيحات من محبين العراق، من محبين التغيير، من خاصه من الشباب. دعوات متتالية وضغوط متتالية. أنا بليلة واحدة 650 مؤيد إجاني، ليلة واحدة من ساعة 10 ل600 الصبح، لل7 الصبح إجوني 650 على التليفون، على مود إنه قالوا لي تقدمين على الأونلاين. فكانت طلبات إلي، قدمت بكل شفافية مع مشروع وطني. أنا أؤمن بالمشروع الوطني، ما تكتلت لا بحزب سابقا ولا لاحقا. طيب. لا قبل 2003 ولا بعد 2003، ومذكورة في سيرتي دائما أتباهى بها أنه أبقى بنت العراق. نعم. فما قدمت إلا قدمت حال المرشحين، ولكن حظيت حقيقة، حظيت دكتورة حتى نستغل الوقت، أدي أسئلة كثيرة. يمكن هو دكتورة. الرقم اللي ينطوني إياه رقم 9 تسلسلي كان، حتى نستغل الوقت دكتورة. نعم. الأسئلة نعم. هواية. نعم. وهي أسئلة الجمهور، بس لا هي فرصة حتى تردين عليها. لا لأنني نعم ما نزلت دموعي. نعم. ابتسمت والله. طيب دكتورة بكل جرأة، نعم. حضرتك شفت الفيلم؟ لا ما أسمح لنفسي أن أكون في هذا المستوى. أنا أتوقع حتى اللي انعرض إلى ولا عن طريق السوشيال ميديا، فإذا هو عنده غيرة ما راح يتفرج على مهما من تكن. بس أنا أرتقي عن هذا الموضوع، ولا تسمح لي أنه أخلاقي لا على مود هذا الفيلم ولا على غيره أنه أنظر إلى هيك مناظر مقززة أبدا. طيب دكتورة، لكن ما سمعناه بالفيلم أن المرأة تتحدث بأنها أكاديمية تدريسية. نعم. ولديها طالبات، وجابت سيرة أيضا العمادة، وتحدثت على أنها مرشحة. الكثير من عندهم يقولون أن المواصفات مطابقة لمواصفات انتظار الشمري. يعني المواصفات الله أكبر، يعني بالعكس الأكاديميات ما شاء الله وأنا أفتخر بيهم، بس ما عندهم هيك أخلاق. بس إنه اللي يحملون الألقاب العلمية المزيفة، المفسدين العلميين اللي من يصيحوا له دكتور وهو مو دكتور. ممكن كثير من الناس تلقب بدكتور وممكن تمثل الدور، يعني هذا مو فد شيء صعب إنه هي دكتورة وأكاديمية، وممكن هي ما تحمل اللقب، ممكن هي إنسانة
نعم اسمعك اكملي دكتور. نعم 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 نعم. فبالتأكيد يعني انه مو هو فشي يعني صعب انه هي قالت دكتورة ولا جامعة ولا انتخابات، والكل اني اعلنتها امام الملأ انه اني مرشحة وانه اني راح اخوض قائمة الدولة. هذه قائمة الدولة تشرفني، يعني انا من دخلت بها بفرحة لان اني احس انه هذه القائمة راح تجد الخير للعراق. طيب دكتورة بكل جرأة سافرت للسعودية أو لبنان أو هذه المناطق؟ ثق وراح أكون وياك بكل جرأة. هي أنا عمت علي جرأتي، والله راح أكون وياك بكل جرأة. سافرت للسعودية أو لبنان أو هذه الدول في هاي الفترة؟ العفو السؤال. والله أخي يمكن أكو إثباتات، هو جواز السفر أنا لحد الآن يعني ما حصل لي الشرف أنه أروح. كنت قبل كم مرة أنوي أروح للعمرة وما أروح، الله ما كتبها، بس مزايرة صار لي فترة مزايرة، وبعدين موجودة يعني موجودة في بغداد طيلة هذه الفترة، استعداداتي للانتخابات واستعدادي مع جمهوري والتهيئة. لم أسافر مستحيل يعني، وحتى إذا كان إلي سفر فأكيد في ما أخذ موافقة جامعة وكليتي أبدا، ولا يعني يمكن سنوات أنا أصلا السعودية ما شايفتها. طيب البعض تحدث عن أن الدكتورة انتظار الشمري أخذت مبالغ من هذا الرجل اللي طلع بالمشهد أو سجل باسمك شيء. هو مع الأسف أنا أعتبره غباء. هم الله سبحانه وتعالى من يريد يوقع واحد يوقعه، ونحن كنا العائلة عائلة زوجي وعائلتنا ما نحتاج أنه نمد إيدنا لأحد، والعراق أفضل علينا بالكثير، وكله من خير العراق وخيراتنا، وعندنا خمرة أنا ويا تزوجنا اثنين، عندنا خمرة فاختمرت المال مالتنا، فنحن سعداء بمالنا وبأولادنا، واللي أغنانا أكثر هو أخلاقنا.